ازيكم؟ كنا اتكلمنا قبل كده ان في اكتر من نوع من انواع التدريبات، وفي اكتر من شكل لاشكال التمارين اللي ممكن تعملها في الجيم، ولكن كل واحد فيهم بيكون موجه لاشخاص معينين او لرياضات معينه او لاعمار معينه. نعم، اطلع. ازيك؟ فكنا قلنا ان في حاجه اسمها هايبرتروفي او التضخيم، وفي نوع زي البالانس، في حاجه اسمها كونديشننج، في حاجه اسمها كوردينيشن. النهارده هنتكلم على الفانكشنال تريننج. طيب ايه هو الفانكشنال تريننج ده؟ هو نوع من انواع التمارين اللي بيخليك تأدي الحركات البدنيه اليوميه بشكل صحي وبسيط وآمن. وبما ان هو بيخليك تعمل الحركات اليوميه العاديه بشكل كويس، فهو مختلف تماما عن تمرينات العزل او التضخيم او الهايبرتروفي. يعني انا لما اجي اتمرن فانكشنال تريننج، مش بدخل اختار بايسبس مثلا واكبر العضله دي، او ادخل اختار التشست واكبر العضله دي. لا، انا مش بختار عضله معينه، ومش بشتغل على عزل العضله وابتدي في تضخيم العضله او تقويتها. ولكن التدريب هنا بيكون مختلف شويه. هي بتكون حركه، بس حركه شامله، حركه مجمعه، حركه فيها تشغيل اكتر من عضله في نفس الوقت، ولكن في النهايه هي بتحاكي الحركات البدنيه اليوميه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا حركه زي طلوع السلم، حركه زي الجلوس القعاد، حركه زي ركوب العربيه، كل دي حركات يوميه بنعملها بشكل يومي. ولكن ممكن وانا بطلع السلم رجلي توجعني، ركبتي توجعني، ممكن وانا بركب العربيه ظهري يوجعني، ممكن وانا بعمل اي حاجه من الحركات اليوميه دي الاقي فيه الم او الاقي فيه شد في العضلات. فخلينا نمسك الحركات اللي فيها مجموعة من العضلات بتتحرك مرة واحدة، أو مجموعة من المفاصل بتتحرك مرة واحدة، وزي ما قلنا بتسهل علينا حركاتنا اليومية، ونفصص الحركات دي واحدة واحدة ونعملها مع بعض. فحركة زي حركة الجلوس، أكيد في يومك بتقوم وتقعد، بتقوم وتقعد كتير، تركب العربية وتنزل من العربية، الحركة دي بتعملها كتير. فالنزول والطلوع ده زي إيه؟ زي حركة السكواتس بالظبط. فحركة السكواتس ان انا ببتدي انزل برجلي وظهري مفرود، بعد كده ابتدي اطلع تاني. فانت لما تبتدي تعمل حركة السكواتس كتير، لو انت بتحس بألم من القعاد الكتير، او انت بتقوم او انت بتقعد او انت بتركب العربية، العضلات دي لما تبتدي تشتغل تدريجيا وتبقى اقوى هتساعدك في اداء المهام اليومية. مش هتلاقي مقاومة او تعب وانت بتعمل الحركات اليومية. فحركة السكواتس هي حركة من اشهر الحركات اللي بنشوفها في الجيم، ومن اشهر الحركات اللي الناس بتعملها والناس بتحبها، وهي فعلا فوائدها كتير جدا وبتشغل عضلات كتيرة جدا. وهي بتشغل عضلات الرجلين وبتشغل عضلات الكور وبتحسن المرونة بشكل كبير جدا. الحركة التانية اللي هي اللانجز او الطعن، برضو بتحرك عضلات رجلي وبتحرك الكور وبتزود المرونة. لو ابتديت تميل بجسمك لقدام عشان تجيب حاجة، برضو نفس حركة اللونجز، ان انت بتبقى فاتح رجلك مش ضاممها وبتبتدي تميل لقدام او تميل لورا، دي برضو نفس حركة اللونجز. فهي بتساعدك كتير، نفس الكلام زي السكواتس، في اداء حركاتك اليومية. الحركة اللي بعد كده زي الديد ليفت. الديد ليفت انا بالنسبة لي هي حركة من اهم الحركات اللي ممكن تعملها في تمرينك، ولكن مش عشان الهبل بتاع الاوزان وان انا اقعد احط فيها اوزان مجنونه وابتدي اشيلها، لان في الحاله دي هي هتبقى مؤذيه. ولكن ليه هي مهمه؟ عشان بتعلمك ازاي توطي تجيب اي حاجه من على الارض، سواء الحاجه دي تقيله او مش تقيله. هي بتعلمك الاستراكشر بتاع جسمك، ازاي يبقى جسمك مفرود وظهرك مفرود، وتنزل تتني ركبتك سنه بسيطه، وبعد كده تنزل تميل بظهرك، تمسك الحاجه وتقوم وانت واخد بوز كويس من غير ما تأذي ظهرك او رجلك. فهي حركة مهمة جدا ان انت تتعلمها صح، تتعلم التكنيك بتاعها صح، مش عشان الاوزان، ولكن لو بتوطي تجيب اي حاجة من على الارض في البيت، تبقى فاهم ازاي توطي وتطلع وانت عامل البوزيشن بتاعك مظبوط، وانت عامل التكنيك بتاعك مظبوط، فما تتأذيش. ان سهل قوي انت في البيت تنزل تجيب حاجة فتتني ظهرك خالص، تيجي طالع تتمزق، وانت في البيت بقى وانت بره وانت في الشغل. فلو اتعلمت التكنيك بتاعها مظبوط هتلاقي نفسك بتشيل اي حاجة من الارض بمنتهى السهولة والامان. الحركة اللي بعد كده هي حركة الضغط او البوش ابس. الحركة دي وانا بزق اي حاجة، انت بتزق اي حاجة في بيتك، بتزق كنبة بتحركها، بتزق عربية في الشارع، الحركة دي هي البوش ابس او الضغط. هي برضو من الكومباوند موفمنتس، من الحركات اللي بتحرك اكتر من مفصل واكتر من حركة في نفس الوقت. فهي حركة مهمة جدا، ومفيش حد فينا تقريبا
هيقدر يستغنى ان هو يزق حاجه. ده لو ما كانش ديلي، انت بتزق اي حاجه في الشارع، اي حاجه في البيت، اي حاجه في الشغل، الحركه دي بتساعدك جدا ان انت تفهم ازاي تسوق الحاجه، وتبقى برضو فارد ظهرك وبتزقها. ولما تتعود على الضغط او على البوش ابس هتلاقي برضو الموضوع امن، وهتلاقي الموضوع سهل، وهتعرف تأديه بشكل بسيط جدا. الحركه اللي بعد كده التي ار اكس او التي ار اكس رو، ان انت بتشد اي حاجه. يعني احنا قلنا بوش ابس انت هتزق، لا انت بتشد اي حاجه، برضو بتشد اي حاجه في اي مكان، في البيت، في الشارع، في اي حاجه. الحركه دي لو اتعودت عليها، ابتديت تعملها بتكنيك مظبوط، نفس الكلام، هتلاقي عضلات، مجموعه من العضلات بتتحرك مع بعض، مجموعه من المفاصل بتتحرك مع بعض، هتلاقي ادائها سهل، وهي حركه مفيده جدا حتى في التمرين. برضو لما تيجي تأديها في ادائك اليومي او في الحركات اليوميه الطبيعيه بتاعتك، هتلاقي الموضوع بسيط جدا. فاحنا لو مسكنا حاجه مش هنخلص. الفورمرز ووك، ان انت تكون شايل حاجه تقيله سواء بايد واحده او بالاتنين مع بعض وبتتحرك. انت لو شاري حاجات تقيله، شاري حاجه من السوبر ماركت وبتمشي بيها مسافه طويله، لو انت متعود على الحركه دي برضو هتلاقي الموضوع سهل. حركات كتيره جدا جدا جدا، كلها اغلبها من الكومباوند موفمنتس، وهي كلها تعتبر في الفانكشنال فيتنس. حاول تزود يوم في تمرينك تدخل فيه مجموعه من الحركات دي، ما يبقاش كله تمارين عزل بس، ما يبقاش كله كارديو بس. ابتدي اشتغل على حركات الفانكشنال تريننج، هتفيدك كتير جدا، هتخلي اداء الحركات اليوميه بسيط جدا وسهل جدا عليك. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.